مرحبا، هي شلي بربارة مع بنات الحارة. بدي احكي لكم قصة القديسة باربرا. القديسة باربرا هي كانت من اب وثني عايشة ايام الوثنية اول بداية ظهور المسيحية. كان ابوها من كتر جمالها حابسها ببرج عالي، كان بيجيب لها معلمين وخدم يخدموها وعشان تتعلموا هيك. فهي واحد من المعلمين تاعولها كان معتنق الدين المسيحي، وهي من كتر ما كانت متأملة اعتنقت الدين المسيحي. كانت ترفض زواجات لأنها كانت بدها تكون واهبة حالها للدين المسيحي. طبعا أبوها من بعد ما كان كتير مشدد عليها وبده يعرف ليش شو سبب رفضها للشباب خيرة البلد، هي اعترفت له إنه هي مسيحية. ضلوا يجلدها من دون ثياب. القداسة بتقول إنه هي اتطوقت بنور خباها جسدها. أخذها لعند الملك وأمر بإنه تنجلد، ومن بعد جلدها انقطع رقبتها، وكان أبوها هو الجلاد هو اللي قطع رقبتها. بهاي الأثناء هي لما هربت من أبوها راحت على حقل كله سنابل. هون كمان بتختلف الأقاويل إنه السنابل هاي غطتها، وحدا من الشعب أدل عليها بسبب إيديها الناعمة. كمان في يعني حدا بيقول انه هي كانت الخادمه تاعيتها هربتها، وهن الاثنين لما انمسكوا انقتلوا. كانوا اول شهيدين بالدين المسيحي. هاي هي عيد البربارة. احنا ببلاد سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن متعارف عليه إنه نحن بنعمل القمحية، بس في بعض القرى من دولنا بتعمل الهريس، بتعمل يا اما بديك رومي يا اما بدجاج مش بلحمه. وفي امثال كتير شعبيه حلوه عن عيد البربارة خاصه بالقمح. وكمان في شغله انه عيد البربارة هو ليله ما تخلص البربارة اللي هي بيكون ليله 3 عيد الاربعاء، بنبلش نحط زينه الكريسماس. كل سنه وانتم بخير. هذا كله بشهر ديسمبر بيكون. وبنبلش نحط الزينة وبتكون زينة كتير حلوة. والأعياد الله يعني يخلي بلادنا كلياتهم ويبعد عنهم الحروب واللي عم بيصير فيهم. أعيادنا رائعة أيا كانت وشو ما كانت. كنا صغار ونحتفل. أنا بتذكر بالمدرسة كنا نعمل كتير أشياء بالأعياد، سواء عيد البربارة، سواء عيد الميلاد، راس السنة. عن جد ايام حلوه، وان شاء الله بتضل ايامنا كلياتنا حلوه، ونحتفل كلياتنا بدولنا العربيه وخصوصا بالشرق الاوسط عنا. رح نحتاج لهاي الوصفه قمح. انا عندي هون قمح غسلته ومصفيته كتير منيح، اوكي. وعندي هون ينسون وقرفه وشمر. السكر بنحطه حسب الطلب، يا اما بنحط سكر يا اما بنحط عسل بالاخير. طبعا لو بدكم تحطوا سكر بودره بدكم تحطوه من الاول. لو بدكم تحطوا عسل او اجافا او اي شيء من هالنوع بديل السكر بتحطوه بالاخير. عندي هون للتزيين فواكه مجففه مع ناتس، يعني مع سوداني وكاجو. عندي هون بندق، وعندي هون بيستاشيو اللي هو فستق حلبي. والمي هفتح الغاز عليها. طبعا هولي للتزيين حنخليهم على جنب. رح نحط المي. انا لانه بحب القمح يستوي ويضل لونه ابيض، شو بعمل؟ البهارات بحطها بقلب طابه. هي القمح بلادنا بيستخدموها لكذا شيء، يعني سنينيه بس الطفل يطلع اول سن. بالنسبه للقرفه احنا بنستخدم هاي القرفة اللي بتكون من جوا مشعبة للحلويات، ما بنستخدم القرفة اللي بتكون خشب بس، لأنه هاي بتعطي شوية حلاوة. رح كسرها لتساع بقلب الطابة، وهلا رح سكرها وحطها بقلب المي. هلا ليكو هي المفروض القمحية ما تكون كتير مثل البليلة لأنه ميتها كتيرة، فعشان هيك انتو حطوا شوية مي، بعدين ابقوا زودوا اذا احتجتوا مي، مثل كريمة الطبخ السائلة، يعني هيك شوي فيها مي وبس شوي جامدة. هلا رح ضوي عليها وانطر لحد ما يستوي، بعدين بورجيكم كيف طريقة التزيين. هلا ليكو القمحية جاهزة. حطيت شوية حليب، انا بحبها بالحليب،
راح احط القمح من بعد ما شلت منه طابة البهارات، عبارة عن ينسون وشمر وقرفة، لأنه فيها القرفة ما بتطلع لونها أبيض. هلأ رح نضيف لها العسل. طبعا العسل حسب الرغبة، ممكن تحطوا أجافي، ممكن تحطوا سكر، بدكن اياه. عندي هون البندق، رح هيك اضربه بس تكسير يعني. طبعا المكسرات حسب ما انتم بتحبوا، فستق حلبي، مكسرات مع فواكه مجففة، تين مجفف، حامض، مشمش، هاي زبيب، فاللي انتو بتحبوه اعملوه. هلا بنحركهم كلياتهم ونشوف الطعمة. كتير طيبة. هلا في ناس بتحب تحط لها مزهر وموارد كمان، هاي حسب الرغبة، بس بتحطوها من بعد ما تطفوا عليها، مش قبل ما تطفوا. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة عشان كل شيء جديد يوصلكم، وتفعلوا جرس التنبيه. صحتين.